في ذكرى تأسيسه الستين تدور في أروقة مؤتمر ميونخ للأمن وقاعاته وغرفه المغلقة مناقشات لأهم قضايا العالم وأكثرها خطورة، ولقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف بعيدة عن أعين الإعلاميين وآذانهم. إليكم أبرز التفاصيل عن هذا المؤتمر الدولي المهم، والتي كما ذكرنا مشاهدينا تضم أكبر قادة العالم وسياسيي العالم. أكثر من 5000 عنصر أمني يعملون على توفير الحماية للمؤتمرين. يوفر المؤتمر الأجواء لعقد اللقاءات الجانبية بين القادة والزعماء دون قيود. أيضا يبدد أجواء التحفظ والحذر ويتيح المجال للتعارف بين الزعماء. يعمل كذلك على كسر الحواجز وتبريد الأجواء وطرح أفكار للنقاشات وتسوية الأزمات ونزاعات قائمة. لم توجه دعوة رسمية لروسيا لحضور المؤتمر ولا لإيران كذلك، لكن من المتوقع مشاركة شخصيات روسية من خارج أجهزة السلطة في موسكو، وهو ما سيحصل أيضا بالنسبة للمشاركة الإيرانية كما هو متوقع. أبرز القضايا المطروحة أمام مؤتمر ميونخ للأمن 2024 هي حرب غزة، والتي بالطبع ستهيمن على النقاشات والحوارات الأمنية، وذلك بسبب المخاوف من اندلاع حرب إقليمية بحسب تقارير للمؤتمر، وذلك صدر يوم الاثنين الماضي. أيضا الموضوع الثاني هو التغيير المناخي وتداعياته والهجرة، بالإضافة لحرب أوكرانيا ودور قارة أوروبا في الأمن والدفاع، وأيضا تحديات الأمن العالمي بما في ذلك الحوكمة العالمية والتعددية، بالإضافة للأمن النووي ومستقبل الذكاء الصناعي، بالإضافة إلى حرب السودان.